المتحدة للإعلام اكتشفت فداحة الأخطاء اللي عملتها واستفزازها الدائم لجمهور الأهلي. خروج شوبير من القناة كان القشة اللي قسمت ظهر الحمير. المهم المسؤولين اكتشفوا وتأكدوا إن أي حاجة من غير جمهور الأهلي ولا تسوى، وصفر على الشمال. وواضح جدا من نسب المشاهدة والإعلانات إنك مش هتعرف تضحك على جمهور الأهلي وتلوي دراعه بحصرية إذاعة الماتشات، لأن جمهور الأهلي أذكى منكم من 100 زيكم، وعمل فيكوا زي ما عمل في نادي الأهرامات بالظبط. خد الفلوس والوجبة ودخل الاستاد يهتف من تالتة شمال بنهز جبال. نفس الشيء اتعمل مع المتحدة للإعلام، بيتفرج على الأهلي وبعد المباراة بين الشوطين بيقلب على قناة الأهلي. فالمتحدة خسرت نسب المشاهدة والإعلانات، ده غير السمعة اللي بقت زي الزفت. المهم القناة عملت تغييرات فيها رسالة ضمنية لجمهور الأهلي، وكأنها بتقول له حقك عليا، أنا غلطانة، اديني فرصة وأنا هلم الليلة. المهم شالوا أسامة الشيخ بسياساته بانحيازاته بكل القرف الإعلامي اللي كان بيقدمه، وجابوا شريف عبد القادر الصحفي القدير المحترم. وهنا يبقى السؤال، هل شريف عبد القادر هياخد صلاحيات كاملة عشان يقدر يقدم إعلام متوازن ومحترم، ولا هي حقنة بنج والتعليمات والتوجيهات هي؟ زي ما قلت، جمهور الأهلي مفيش أذكى منه وما بيضحكش عليه، وهيقيم وهيتصرف بناء على حكمه. بصراحة أنا مش متفائل، ولكن إن غدا لناظره قريب. ناس ما عندهاش دم.